السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متتبعي الكرام، مرحبا بكم في القناة ديالكم شهوات الدار مع بشرى. الاقتراح ديال اليوم هو واحد لاكوموند ديال سيجار بالكبدة اللي تيجيو البنات لداد بزاف. شي حاجة رائعة يا البنات، سهلين في التحضير، وتيكون عليهم الطلب في هذا الشهر الفضيل. بالنسبه للاخوات اللي تيديروا لي كوموند راه تيكون عليهم الطلب بزاف. انا اللي ضاقهم عندي تيطلبهم مره وثانيه وثالثه. نتمنى تجربوهم بالطريقه ديالي، انا اكيده انهم غادي ينجحوا معكم. تيجيو لداد بزاف، صحيين وسهلين في التحضير، ويعني ناجحين 100%. كيف ما تشوفوا لا كوموند ديال اليوم هذه هي، يعني اليوم هاد لا كوموند غادي نخرجها باذن الله. طريقه سهله بالنسبه للاخوات اللي مهتمين بالثمن ديال البيع، بديك التفاصيل غنخليها لكم اكيد. بالنسبه للمقادير تنبداو على بركه الله. تنحتاج نصف كيلو، ما عنديش كميه كامله ولكن نعطيكم نصف المقادير الاخوات المبتدئات. نصف كيلو ديال الكبده، غادي نحتاج معاه نصف حامضه مصيره مقرضه. غادي نحتاج كذلك 3 ديال المعالق ديال المعدنوس و4 ضروس من الثوم. غادي نحتاج التوابل على الشكل التالي: تنحتاج فلفل احمر، راس ملعقه من الابزار، وكذلك راس ملعقه من الملح، وملعقه من الكمون. الكمون دائما تيكون زايد. بالنسبه للهريسه على حسب الذوق غادي ندير راس ملعقه، لان الناس اللي طلبوا مني هاد الكوموند هادي ما بغاوهمش يكونوا حارين البنات. اول حاجه تنديروا 5 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، تنديروهم في واحد المقيله. غادي نضيف عليهم الكبد اللي ديجا كيف ما شفتوا البنات انا استخدمت الكبده ديال البقري او الغنمي، تيبقى راجع لكم، ولكن تجي لذيذه بالبقري والغنمي فقط البنات. يعني ما تقولوش غديروها بكبده ديال الدجاج او بالنسبه تيجيو خطيرين ولداد بهاد الكبده هذه ديال البقري والغنمي. صافي البنات درتهم على النار، ضفت عليهم البنات كيف ما شفتوا معايا الراس ملعقه ديال الملح، وضفت عليهم دوك الضروس ديال الثومه اللي حكيناهم فقط البنات. غادي نغطي على الكبيده من بعد ما درتها على النار ضروري تكون مهيله، وغادي نخليها حتى تشمع. ومن بعد ما غادي تشمع غادي ندوز معكم باش غادي نوريكم باقي المراحل. بالنسبه للبنات الكبده راكم عارفين انها دغيا تطيب وما غاديش تحتاج يعني وقت كتير، لذلك البنات فاش كونوا باغيين نوجدوهم يعني نبقاو واقفين حداهم، يعني ما غاديش نسدوا عليهم ونمشيو، ضروري نبقاو واقفين حداهم. كيف ما شفتوا البنات غطيت عليها حتى تشمعت لي الكبده. من بعد ما تشمعت الكبده تنعريو عليها وتنبقاو نديو فيها ونجيبو. الا كانوا البنات يعني قطع الكبده طوال تنجيب مقص خاص يعني بالطبخ، تنستخدموا غير هادشي وتنبقى نقطعهم. ضروري البنات الكبده تكون مقطعه طريفات صغيره، طريفات صغار البنات. صافي ونبقى ندي فيها ونجيب حتى تاخذ ليا داك اللوين الذهبي، داك اللوين ماشي الذهبي عفوا، داك اللوين البنات تيكون بني. من بعد البنات غادي نضيف عليها نص حامضه مصيره مقرضه رقيقه البنات، وغادي نخليها تاخذ ديك النكهه ديال الحامض. علاش ما تنكثروش البنات الملح؟ لان دايرين فيها حامض مصير، ما خصناش نكثروا البنات الملح كيف ما قلت لكم. من بعد غادي ندير الفلفل الاحمر، ملعقه من الفلفل الاحمر. بالنسبه للهريسه السيده اللي خدات مني لا كوموند يعني ما بغاتهمش حارين بزاف، تيجيو لداد البنات لداد بزاف. من بعد غنغطي عليهم ونخليهم حتى يزيدوا ياخذوا ليا من دوك النكهات ديال الحامض والفلفل الاحمر. صافي البنات كيف ما تشوفوا تنحل عليها تلقاها يعني راها طابت. غادي نضيف ليها معلقه ديال الكمون كبيره وغادي ندي فيها ونجيب. ومن بعد غادي نضيف ليها المعدنوس البنات حتى تنبغي نطفي النار. غادي نضيف عليها المعدنوس البنات ضروري يكون طري، تنأكد عليها. بالنسبه لهاد لي سيغا هادو ضروري المعدنوس يكون فيهم طري حتى تنطفيو النار، عاد تنضيفوه وغادي نخليو الحشوه تبرد وغادي نمروا باش غنوريكم الطريقه ديال التحضير ديال هاد لي سيغا هادو اللي كيف ما قلت لكم تيجيو رائعين فنين البنات بزاف، واحد المذاق اللي رائع. انا بالنسبه ليا الورقه ما غندهنها ما حتى حاجه، لان الورقه عندي جديده يعني ما غاديش تحتاج انني ندهنها.
المهم كيف الورقه الجديده كيف ما قلت لكم البنات، بالنسبه دائما الجهه الحرشره هي اللي تتكون البنات الوسط، هي اللي تنديروها الوسط. تنبقى بهذه الطريقه تناخذ دوك الطريفات ديال الكبده، وإلا كان شي طريفه البنات اللي كبير تنقطعوه بالمقص اللي قلت لكم ديجا انه خاص صغير بالمطبخ. صافي البنات، وتنبقى على هذا الشكل. الطريقه سهله، اللي بغى البنات يلصقها يعني بالدقيق والطحين راه تيدير شويه ديال الدقيق، 2 معالق ديال الدقيق، وتيطربهم بمعلقه ديال الماء جيدا، وتيبقى يديرهم في الجناب وتيلصقهم. انا ما يحتاجوش البنات لان الورقه عندي يعني مدهناها فاش صاوبتها دهنتها. صافي تنبقى على هذا الشكل تلويف لي سيغار ديالي حتى تنكمل الكميه اللي عندي. تيجيو البنات روعه، لذاذ 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 بزاف، بواحد الطريقه اللي ما يمكنش، من اروع لي سيغار اللي غادي تذوقوا في حياتكم. وبالنسبه للاخوات اللي تيديروا لي كوموند يعني غادي يكون عليهم الطلب. يعني انا تنصح الاخت دائما يعني فاش تتكون يعني تدير يعني كوموندات الناس، دير وحيده ولا 2 تذوقهم، وانا اكيده انهم ان فوا تيذوقوهم تيوليو مدمنين عليهم. هذه هي الطريقه باش تنخدم دائما. فاش يكون عندي الجديد ديال شي شهيوات تندير واحد الكميه، وتنبقى السيده فاش تجي تاخذ شي كوموند تندير لها 1 2 ولا تتذوق، وغير تذوقهم تطلب كوموند من الشهيوه الجديده اللي درت. المهم نتمنى نكون تنفيدكم وتنعطيكم من داكشي اللي تنعرف. نتمنى لي اول مره تتصادف القناه ديالكم قناه شهيوات الدار مع بشرى. نتمنى منك اختي او اخي تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس وتبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وكيف ما قلت لكم شجعوني باش نبقى دائما نعطيكم الجديد. صافي البنات، الطريقه راها واضحه، نتمنى انكم يعني كلشي يوصلكم. طريقه سهله وبسيطه ولكن النتيجه رائعه والطعم هائل البنات. صافي غادي نكمل الكميه ديالي كامله وغادي نوريها لكم في نهايه لا فيديو. نتمنى لي اول مره تصاد في القناه كيف ما قلت لكم يبارطاجي لا فيديو باش تعمل فائده. ودمتم في امان الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. دمتم سالمين.